سيعاني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من أزمة في اختيار التشكيلة الأساسية في مواجهة الأهلي المصري في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم الأربعاء المقبل بسبب غياب عدة لاعبين بارزين للإصابة. ويغيب كل من الحارس تيبو كورتوا والمهاجم كريم بنزيمة وثلاثي الدفاع إيدر ميليتو وفيرلان مندي ولوكاس فاسكيز عن رحلة الفريق للمغرب، لكن كورتوا بنزيمة وميليتو قد يكون بوسعهم اللعب إذا تأهل ريال مدريد للنهائي السبت المقبل. ويغيب فاسكيز ومندي لعدة مباريات إذ أنهما بحاجة لفترة أطول للتعافي، بينما لن يغيب بنزيمة وميليتو اللذان خرجا بسبب إصابتين في الساق للإصابة في فوز ريال مدريد على فالنسيا الخميس لفترة طويلة. وأثبتت الفحوص الطبية أن كورتو الذي أصيب في الفخذ أثناء الإحماء لمواجهة مايوركا والتي انتهت بخسارة مفاجئة 1-0 تعرض لإصابة بسيطة. وسيبقى كورتوا وبنزيمة وميليتو في مدريد للعلاج، لكن من المتوقع لحاقهم بالفريق في الرباط في وقت لاحق من الأسبوع الحالي إذا أكملوا البرنامج العلاجي وفقا للخطة. وبالرغم من الإصابات والجدول المزدحم في الأسابيع المقبلة، حيث سيلعب ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا بالإضافة إلى مباريات الدوري، قال أنشيلوتي إن فريقه سينافس على كل البطولات. ومع ذلك فقد حث الإيطالي الجهات المسؤولة على النظر في جدول المباريات في المستقبل من أجل مصلحة اللاعبين.